مدينة الفيوم، وفي الحقيقة الهواء الطلق تنطلق أول فاعلية وأول دورة لمهرجان الفيوم الدولي الأفلام الخاصة بالبيئة والمناخ والفنون المعاصرة. مهرجان نوعي بامتياز ينطلق في 2024 في أول دوراته، واختار لرئاسته في هذه الدورة الأولى، والحقيقة يتشرف بوجود المخرج الكبير أستاذ هاني لاشين على رئاسة هذا المهرجان. اسمحوا لي بقى ارحب برئيس المهرجان معاكم على الهوا زي ما تعودتوا مننا نتابع المهرجانات واهم فعالياتها. طبعا يعني بنهني للانطلاق الدورة الاولى. لما عرض على حضرتك الفكرة بصيت لها ازاي يا استاذ هاني؟ بصيت لها بفرحة كبيرة جدا وسعادة كبيرة جدا، لان تلاقت مع افكاري الخاصة بالمهرجانات، والاجتماعي كان مع السيد وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وأيضا تلاقت أفكارنا في إن محافظات مصر يجب أن يتواجد فيها تواجد سينمائي وثقافي وفعاليات ثقافية كتير متعددة في الفنون الإنسانية كلها ممثلة في كل محافظة، علشان نقدر نتواصل مع الناس والناس يقدروا يتواصلوا مع الخارج أيضا، لأن المهرجانات السينمائية من ضمن إيجابياتها إنها بتتيح لنا فرصة التواجد مع الآخر طول الوقت يعني، وتوسيع دائرة الرؤية والمعرفة بشعوب الأرض، وفي النهاية الهدف هو السلام. يمكن الهدف هو السلام، وده مهرجان نوعي. كانت رؤية حضرتك ايه؟ لان دايما رؤية المخرج عامل شكل متكامل، عنده رؤية فنية للحدث. لما كان مهرجان يعني الحقيقة يتميز بالفنون المعاصرة زي ما شوفنا في البوستر، افلام الخاصة بالبيئة، ويمكن حضرتك ليك اهتمامات كمان لسه راجع من الولايات المتحدة الامريكية مع مجموعة من الفنانين، وبرضه فعالية سينمائية مهمة. قلت لهم عايزين نتميز في ايه؟ يعني قلت احنا عايزين يبقى دايما نقطة التميز الخاصة بينا تكون ايه في مهرجان في الفيوم اللي بتاخدوا السينما وتقولها هنا في المكان الجميل ده؟ مصر هي نقطة انطلاق من كل شيء إلى العالم، ومن ضمن هذه الأشياء هي الحفاظ على البيئة. يعني مصر القديمة هي اللي صدرت لنا كيف نحافظ على البيئة، هواء وماء وأرضا وعلاقات حتى إنسانية وأخلاقية. يعني مثلا نهر النيل، إن احنا نشوف في مصر القديمة كيف كانت العلاقة بين هذا الإنسان وبين هذا النهر الخالد الذي يبعث إلينا بالحياة. فنلاقي مثلا إن اتعمل له إله اسمه الإله حابي، واتعملت له صلوات في المعابد القديمة: لك الحمد يا نيل، يا من تجيء من الأرض تطعم مصر، يا من تبث الحياة بكل البلاد البعيدة. وبعدين لقينا الوصايا اللي بيوصينا بيها للحفاظ على هذا النهر، عدة وصايا كثيرة جدا. من هنا أنا عندي إيمان تام بالبيئة والحفاظ على البيئة. وكانت فكرة هذه الأفلام طبعا بتتطابق أيضا مع فكرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بيقود بحماس شديد جدا هذه المنظومة للحفاظ على البيئة. فطبعا تطابقت كل هذه الأشياء، ومن هنا كان حماسي البالغ لقبول رئاسة هذا المهرجان. ويتشرف المهرجان بمخرجنا الكبير المخرج هاني لاشين موجود على رئاسة المهرجان الخاص بالفيوم السينمائي الدولي في أول نسخة ليه. بنتمنى لكم كل توفيق، ومتابعين معاكم ومع كل مشاهدينا على الهواء فعاليات الدورة الأولى، فخليكم متابعين.